الحب كله، الحب كله في الكبده. مش ام كلثوم بتقول لك الحب كله؟ انا بقى الحب كله في الكبده. ومش اي كبده خالص، لا، الكبده التشويحه، التشويحه اللي اتربينا عليها. والكبده الضاني دي كبده ضاني، حاجه كده، طعم حكايه. انا اتربيت على الكبده بالطريقه دي، ما اتربيتش على الكبده بنوع يعني حاجه تانية او نحط لها، او التانية تختلف. يعني دي كبده الخروف معايا، هنقشرها بس لان بيبقى فيها قشره كده بسيطه من فوق، فلازم تتقشر حته حته وهتطلع معاكي بكل سهوله. اهو بصوا شايفين المنظر اهو. حتى لو تقطعي بتفضلي تعملي فيها لغايه ما تخلصي كله، حته حته كده لغايه ما تطلع القشره معاكي. ده كبدة الخروف بتبقى جميلة جدا وطازة. انا ولا غسلتها بلبن ولا غسلتها بمية ولا غسلتها بحاجة، كده على طول. واتقشرت هنا معانا وهقطعها بس خرطة خرط صغيرة. والكبدة بتاعت الخروف او الكبدة الضاني بتتعمل بنفس الطريقة دي. انا بحبها كده عن نفسي، انا بتكلم عن نفسي، انا بحبها كده التشويحة، وبحب كل الكبدة كده. بس يعني كبدة الاسكندراني لو عملناها برضو ما بتقولش لا، يعني انا ما بقولش لا فيها، يعني باكلها برضو. بص انا خرطتها هنا خرط صغيرة جدا وشرايح رفيعة. ومعايا هنا بقى الدهن اللي بيبقى حوالين الكبدة، وحتة ليا كده هنخرطها خرط صغيرة. اللي بيسموها الحلويات او بيسموها حاجة تانية انا معرفش. هخرطها خرط صغيرة كده. ولو عندك كلاوي عندك حاجة قطعي برضو معاها، او القلب. كل سنة وانتم طيبين، اعملوها في العيد بنفس الطريقة، حلوة جدا جدا. انا اتربيت على على الطريقة التشويحة، تشويحة الكبدة، وبحبها جدا بنفس الطريقة. دي اللي هي خلاص قطعتهم هنا كلهم كده مع بعض، وهنروح بقى على البوتاجاز. معايا الصينية بتاعتي سخنة، ومعلقتين تلاتة اربعة كده سمنة بلدي. انا بوريكم هنا المرطة نازلة مع مع السمنة، سمنة بلدي كده. وحطي بقى الحلويات الاول، واللي الحلويات اللي بتبقى مع الكبدة واللي الضاني، وهنديهم تشويحتين تلاتة كده. جميلة جميلة حلوة قوي، وبحب ريحتها وبحب طعمها. خلاص كده بصوا بقت يعني اهو، يعني اتشوحت حلو كده. احط بقى الكبده، هركنهم كده على جنب واروح حاطه الكبده. هفردها بس كده ومش هقلب، هديها صدمه بس. وبس كده، وهقلبها بقى اول ما تاخد صدمه شويه كده واروح سايباها، وبعدين اقلبهم على بعض. ما بتاخدش سوا يا ست الكل، يا دوب تشم النار. يا احط سمنه تاني كده معلقتين تلاته كده ويا دوب، واروح حاطلها ملح وفلفل اسود بس. ما بحطش حاجه تانية للكبده بتاع اللي هي الكبده الضاني التشويحه. دي حاجه اسمها تشويحه كده على طول، فلفل اسود وملح بس، ما بحبش حاجه تانية فيها. ويا دوب تشم النار كده وهنطفي. جربيها بالطريقه دي، طعمها خرافه. وخلاص كده خلصت الشغلانه. بحط حبه فلفل اسود تاني، ومعايا العيش البلدي، ولا عملت سلطه ولا عملت حاجه جنبها. بصوا انا مش صابره يعني. بسم الله ما شاء الله. عايزه تعملي اي حاجه جنبها، اعملي مكرونه، اعملي بتاع، بس احنا بنحبها برضو بالعيش يعني. جربيها بالعيش كده، وغطسي بقى بالصوص بتاعها كده، حكايه الحكايه. طبعا الكبده الاسكندراني برضو حلوه وكل حاجه بالفلفل والحاجات دي كلها، بس دي حاجه تانية، دي تشويحه كده اللي اتربينا عليها كلنا في كل بيت، كل بيت مصري. معرفش بقى الدول التانية بتعملها ازاي. الصوص بتاعها، بسم الله ما شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين، يعملوها بنفس الطريقة، جميلة جدا، ايه العشق كله. يلا ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.
ولو عشنا وكان لينا عمر لينا لقاء تاني في فيديوهات تانية ان شاء الله. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.